شوي شوي كل سنة أني سوء حالتي، وصلت شوي شوي بدأت تقل عندي الحركة، بعد ما أقدر أمشي. أرهقها المرض وأخفى ملامح وجهها، وذبلت وكأنها زهرة لم تسقى منذ وقت طويل. مريم التي مر المرض عليها كزائر ثقيل لم يغادرها منذ عام 2019 جعل جسدها يرفض الطعام ومنعها من السير على أقدامها، لكن السير متواصل بعجلات عربتها لتنال البكالوريوس من كلية الإعلام وتتقلد المراتب الأولى طامحة إلى إكمال الدراسات العليا. بالمرحلة الثالثة أنا جيت هنا بس على قد الامتحانات، إنه أجي أمتحن هناك الدكاترة يمتحنوني جوا، أقرأ أجي الامتحان أمتحن. وصلت المرحلة الرابعة من الامتحانات الفاينل. أنا بامتحانات الفاينل أول يوم جيت للامتحان دا أمتحن، رجعت للبيت أني ماكو يعني ما أدري بنفسي أصلا، بس قعدت لقيت روحي بالمستشفى. وصفت بالمعجزة على لسان عميد كليتها، فالدعم ليس من والدتها التي صارت بمثابة جسد لها، بل حتى من المكان الذي حصلت فيه على العلم والشهادة التي وضعتها نصب عينيها كهدف واجب تحقيقه. أنا سميت مريم معجزة في زمن بلا أساطير، وهاي حقيقة. يعني لما هي تتمرض بصف الثاني وتستمر بنجاحها بدوامها بدرجاتها العالية في وقت أنا أعتقد إحنا نعيش عصر التفاهة، يعني هي عكس صورة مشرقة للمرأة العراقية، المرأة المكافحة. ما عانته من ويل وألم واستقرار شبه كامل في المستشفيات زادها إصرارا على كسب مهارات وخبرات بمجالات عدة، فهي لم تترك مساحة ولو بقدر خرم إبرة لليأس والتهاون. ما فعلته مريم ليس مجرد قصة تكتب أو تروى وتطوى الصفحات، بل إلهاما وأملا سيبقى خالدا، وحكاية صمود وإصرار ستتردد، ودرسا يعطى لكل من يملك عافية ويتكاسل عن قراءة سطر من كتاب. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.